بيبدأ فيلمنا في مدينة اسكتلندا، وبنشوف بعدها أميرة صغيرة اسمها ميردا. أهلها بيحتفلوا بعيد ميلادها، ووالدها بيجيب لها هدية عيد ميلادها قوس، فبتفرح بيه جدا أول ما بتشوفه. وبيجي بعدها دب ضخم بيهجم عليهم، فبيحاول والدها ان هو يوقف الدب علشان يحميهم، بس للأسف بعدها بنشوف ان الدب قطع رجليه. وبيعدي بعدها الوقت والسنين، وبنشوف ميردا بعد ما بتكبر واللي بتحب حياة الحرية ومش مقتنعة انها أميرة، وبتخرج تصطاد وبتعيش حياتها بطريقتها. وبعدها بنشوف والدتها اللي بتقولها ان ما ينفعش عيشتها تبقى كده، وانها لازم تعيش زي الاميرات، وانها لازم تتعلم الموسيقى وما تضحكش بصوت عالي. بس هي بتحس ان مامتها بتتحكم في حياتها، وبتحاول دايما انها تخرج من وراها وتعمل اللي هي بتحبه. وفي مرة لما بترجع من القصر بتشوف اخواتها التلاتة التوأم، واللي اسمهم كريم واكرم واكرامي. وبعدها بيجي 3 رسايل لوالدتها من الممالك اللي جنبيهم بانهم خلاص قربوا يوصلوا للمملكة بتاعتهم، وبتقول لميردا انها بس عليها تختار واحد من ابن الملوك اللي جايين علشان تتجوزه. بس ميردا بتتعصب جدا وبتسيبها وتمشي. وبعدها بنشوف الملوك لما بيوصلوا معاهم اولادهم، وبنشوف بعدها الملكة وهي بتجهز ميردا لحفلة الاستقبال، وبينزلوا بعدها علشان يقابلوا الملوك ويتعرفوا عليهم ويتعرفوا كمان على اولادهم. وكل واحد من الملوك بيكون عايز يثبت ان ابنه هو اللي يستحق ميردا، لدرجة ان هما بيتخانقوا مع بعض لحد ما بيقوم الملك وبيوقف العركة. بس بيجي ال3 أولاد التوأم وبيضربوا الناس، فكلهم بيتخانقوا من أول وجديد، فبيزهق الملك جدا وبينزل هو كمان ضرب فيهم. بس الملكة بتتصرف وبتقول إن لازم اللي يتجوز الأميرة يكسب البطولة. فبتقوم ميردا وهي مبسوطة وبتقول إن المسابقة هتبقى مسابقة رماية. وتاني يوم بيعملوا احتفال كبير جدا عشان اللي هيفوز هيتجوز الأميرة. وبنشوف أول أميرين مش بينجحوا إن هما يسيبوا الهدف، والأمير التالت بينجح. وبكده ميردا هتتجوز الأمير محب. وبتيجي ميردا وبتقول إنها لو كسبتهم هما 3 هتقرر إنها ما تتجوزش، وبتنجح فعلا في ال3 مرات إنها تصيب الهدف. وبتغضب والدتها منها جدا لإنها تحدتها، تاخدها بعد كده على أوضتها وبتزعق لها لإنها أحرجتهم قدام الضيوف. فبتقول لها ميردا إنها لها حق إنها تختار حياتها وتختار اللي هتتجوزه. فوالدتها بتحذرها ان كده هيحصل حرب ما بين الملوك. ولما ميردا بتسمع الكلام ده بتتعصب وبتقطع البساط اللي والدتها كانت عاملاه، فبتاخد والدتها منها القوس وبتحدفه في النار. فبتزعل ميردا جدا وبتطلع تجري بره المملكة. وفي الطريق بيقف الحصان بتاعها فجأة، فهي بتقع من عليه. وفجأة بيظهر لها ضوء غريب في الغابة، فبتمشي وراه. ولما بتمشي لآخره بتلاقي ست عجوزة بتبيع أدوات خشب. وهناك ميردا بتلاحظ ان المقشة بتتحرك لوحدها، وان الغراب كمان بيقدر يتكلم. وبتكتشف من كل اللي بتشوفه ان الست العجوزة دي ساحرة، فبتطلب منها تعويذة ان مامتها ترفض تجوزها بعد كده. بس الساحرة بترفض وبتقولها تطلع بره. فميردا بتوريها سلسلة وبتقولها انها هتديها لها مقابل التعويذة. وفعلا الساحرة بتوافق وبتعمل لها التعويذة، وبيكون شكلها على شكل الكيك. ولما بتمشي الساحرة بتكتشف انها نسيت تقولها على حاجة مهمة. ولما بتروح البيت بتدي الكيك لمامتها، ولما بتدوقها بتتعب بعدها جدا. ساعتها ميردا بتاخدها على اوضتها، ووقتها ميردا بتسألها على فكرة الجواز علشان تشوف التعويذة عملت نتيجة ولا لأ. بس وقتها والدتها بتتعب اكتر، وفجأة بتتحول لدب كبير ضخم وبتقعد تكسر في اي حاجة بتلمسها. فميردا بتقول لها انها راحت للساحرة علشان تديها تعويذة لانها زهقت من فكرة الجواز. بس الساحرة ما قالتليش ان انت هتتحولي لدب. وساعتها والدتها بتصرخ في وشها. وقتها الملك بيسمع صوتها وبيطلع بسرعة يشوف في ايه اللي بيحصل فوق، وبيفضلوا يستخبوا منه في كل مكان علشان الملك بيكره الدببة. وهم بيهربوا بيشوفوا انشراح مديرة القصر، اللي اول ما بتشوف الملكة بتخاف من شكلها الجديد جدا وبتطلع تجري وبتروح بسرعة تبلغ الملك. فالملك بيطلع بسرعة يدور عليه. وساعتها ميردا والملكة بيدخلوا أوضة الأطفال ال3، وميردا بتطلب منهم ان هم يشوفوا طريقة علشان يطلعوا من القصر بسرعة.
فبيشترطوا عليها ان هي تديهم حلويات لمدة سنة قدام، وطبعا ميردا بتوافق. وقتها بيطلعوا هما التلاتة وبيمثلوا ان هما دببة علشان يخوفوا كل اللي في القصر ويطلعوا يجروا وراهم. وقتها فعلا بينجحوا ان هما يهربوا من القصر، وساعتها التلات اطفال بيروحوا المطبخ وبيشوفوا قطعة الكيك بتاعت الساحرة، ووقتها بيقعدوا ياكلوا منها. وبعدها ميردا والملكة بيروحوا على بيت الساحرة علشان يشوفوا حل، فبيلاقوا هناك ان الساحرة سايبالهم رسالة بتقول فيها ان مع شروق اليوم التاني الملكة هتفضل دب على طول، بس لو قدرت تحل اللغز هترجع بشرية من اول وجديد. وبتقول لها جملة غريبة وانها لازم تعرف معناها، وميردا طبعا مش بتكون فاهمة كلامها. وبعدها بتاخد والدتها وبيروحوا يطلعوا يقعدوا في الغابة، وبيجي تاني يوم ووالدتها بتحضر لها الفطار، ولانها ما تعرفش اي حاجة عن الغابة كانت عايزة تفطرها عنب مسموم ومية كمان ملوثة. وبعدها ميردا بتاخد والدتها وبتروح تصطاد لها سمك، وبتعلمها كمان ازاي تصطاد. ومع نهاية اليوم والدتها بتبدأ تتحول لدب حقيقي، وميردا خافت منها وبدأت تبعد عنها، وبعدها على طول بتبطل تهاجمها. وبتعرف ميردا انها هتبقى كده شوية وكده شوية. وبعدها بيتمشوا شوية في الغابة وبيلاقوا مملكة قديمة موجودة فيها، ولما بيدخلوا ميردا بتلاقي حجر مكسور زي البساط بتاع والدتها. والقصة اللي عليه ان ابن الملك حول والده لدب وما قدرش يرجعه تاني الانسان، وفجأة بيلاقوا الدب ده قدامهم وبيهجم عليهم، وميردا بتحاول انها تهرب منه ووالدتها بتساعدها، وبيهربوا بسرعة من المملكة الغريبة دي. وبعد كده بتعرف ميردا انها عشان ترجع مامتها الانسان لازم تصلح البساط. وبيرجعوا بعدها على طول على القصر، وبيشوفوا هناك ان كل الملوك بيتخانقوا، وبتدخل عليهم ميردا وبتقول لهم ان احنا محتاجين ناخد قرارنا بنفسنا، حتى لو غلط احنا هنتعلم من اخطائنا، ومش دايما العادات والتقاليد بيكونوا صح. ولما بتخلص كلامها التلات امراء بيوافقوها على كلامها، وبيقولوا ان هما لازم يفوزوا بحب ميردا وان هو مش مجرد جواز وخلاص. وبيخرجوا بعدها كلهم يحتفلوا بالصلح، وبعدها بتطلع ميردا مع مامتها علشان يصلحوا البساط. بس وقتها والدتها بتتحول لدب حقيقي. وقتها الملك بيسمع صوت الدب وبيخش ينقذ بنته، ولما بتحاول ميردا انها تنقذ والدتها من الملك والدتها بتعورها، ولما الملك بيحاول يقتلها بترجع لوعيها من تاني. ولما بتشوف اللي هي عملته في بنتها بتهرب بسرعة، وكل الملوك وقتها بيجروا وراها. وبعدها الملك بيحبس ميردا في اوضتها لان هو مش مصدق كلامها. وبعدها ميردا بتشوف اخواتها التلاتة التوأم جايين على شكل الدببة، فبتقول لهم يجيبوا لها المفتاح، وبينجحوا فعلا ان هم ياخدوا المفتاح ويفتحوا لها الباب. وبتاخد ميردا البساط علشان تصلحه، وبتجري بسرعة هي واخواتها بره القصر علشان ينقذوا والدتها. بس الملك والملوك عرفوا يوصلوا لها الاول وكمان ربطوها، بس بتيجي ميردا في اخر لحظة وبتنقذ والدتها. وبيجي بعدها الملك الدب اللي كان موجود في المملكة وبيحاول يهاجمهم كلهم، ولما بيحاول يتهاجم على ميردا بتيجي والدتها وبتنقذها، وبتعرف في النهاية انها تتغلب عليه. ولما ميردا بتجيب البساط وبتحاول تحطه عليها برضو بتفضل دب وبتفضل تعيط لانها مش قادرة تنقذها. ولما الشمس بتيجي على البساط فجأة والدتها بتتحول لإنسان من تاني وبتحس ميردا بإيديها، وبتفرح ميردا جدا هي وكل اللي موجودين انها رجعت من تاني، وبيرجع اخواتها اطفال من تاني. وبعدها بيقف قدامها التلات امراء واهلها بيسيبوها تختار اللي هي عايزاه، وبيرجعوا يعيشوا حياتهم الطبيعية من تاني. بس وقتها بتحترم ميردا آراء والدتها وإنها فعلا بتخاف عليها، والملكة بقت تحترم آراء ميردا وقراراتها، وبقوا قادرين على التواصل مع بعض. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.